بتبدأ الحلقة بالطلاب كلهم متجمعين قدام مدرس الفصل، واللي بيزعق لهم على اللي عملوه وبيقول لهم هتنضفوا المدرسة لمدة أسبوعين. فبيروحوا ينضفوا وغيون أوبي يتجنبها عشان اللي عملته وعايزها تبعد عنه، بس هي بتبقى مبسوطة عشان أنقذته. وجينونج وصحابه بيبقوا متضايقين من العقاب وقاعدين بيشربوا سجاير ومش بينضفوا، وبيبقى في شبح نار بيحاول يعمل حريقة من السيجارة، بس سيونج أوبي بتطفيها وبتزعق معاه فبيفتكروها بتزعق لهم وبيبقى هيضربها، بس هي بتقوله بقولك انا اللي هنضف هنا مكانكو. فبيسيبوها تنضف وبيمشوا. بتروح هي المزار بالليل وبتقول لأمها ان شبح المية كانت قوية جدا فاستخدمت كل التمايم اللي معاها، فبتديها هي تمايم تانية وبيبقى سيد الزهور هو اللي عاملها. بتروح المدرسة تاني يوم وبتحاول تقرب منه عشان تحطله تميمة في جيبه، بس هو ما بيخلاش تقرب منه خالص. وجيهو بيشوفها محتاسة ومش عارفة تعمل ايه، فبيروح واقع على الديسك بتاعه واخد تليفونه. بس جدته بتدخل وبتبقى جايبة وجبات خفيفة لزمايله، وهي بتخرج مع جيهو عشان تحط التميمة في الجراب، بس جدته بتشوفهم فبيقولولها انهم لقيوا تليفونه مرمي هنا. وغيون اوبي يشوفهم فبتقوله انا عايزة بس ابقى صديقتك، تيجي ناكل مع بعض. وزمايله في الفصل بيعرفوا انه لاعب رماية شاطر جدا، وجدته بتعزمهم على اكل في البيت فبتروح عشان تحط التمام حواليه. وغيون اوبي يديها مخدة وبيقولها متتحركيش من عليها، بس هي طبعا مش هتقعد كده فبتتحرك بالمخدة عشان تشوف اوضته فين، وهو بيقفشها فبتقوله انا قاعدة على المخدة اهو ما قمتش. جدته بتيجي وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وجيهو بيقوله خلي بالك من جدتك، دي هي اللي ربتك لوحدها. فبتقوله ان ابوه وامه مسافرين بره ومشغولين فبيعتذر لهم. وسيونج بتقول لهم انا متبناه ومعرفش حاجة عن اهلي من يجي اكتر من 10 سنين، وامي ما بتعرفش تطبخ، انا حبيت اكلك قوي. بيخلصوا اكل وجيهو بياخدها يتكلموا وبيقول لها انت فعلا متبناه، انت مش المفروض تتكلمي عن الموضوع بلا مبالاة كده. فبتقول له عادي، والتاني على الباب سامعهم، وهي بتلاحظ انها قلت غيونه فبتجيب صندوق تحط فيه التميمة، بس بيقع منها والتاني بيدخل على طول على الصوت بيلاقي صوره وميدالياته مرمية على الأرض، وهي بتتأسف جدا هي وجيهو بيحاول يشغله بسرعة عشان تحط التميمة الأخيرة، بس بيتصلوا بيها من المزار إن العملاء مستنيينك، فبتستأذن بسرعة وبتمشي. وجدته بتروح وراها وبتديها علبة أكل وبتقول لها شكرا يا جنية السما والأرض. وبتطلع عرفت إنها هي لما شافت التليفون معاها والتميمة. غيون أو بيقول لجيهو ما تتصرفش كأننا صحاب، ووصل كلامي ده لسيونج أو فبيقول له كل ده عشان وقعنا الصندوق. فبيقوله لا انا ما بحبش الناس. المدرب بيفتكر غيونه وبيسأل مدربه القديم عليه فبيقوله انه اتطرد ومسيرته الرياضية انتهت. غيونه بيجيله رسالة من حد متسجل اتش بتقوله مش عايز تعتذر لي. تاني يوم بيدور في المدرسة كلام عن ان غيونه مفتاح الحرارة عشان كده مش بيلعب رماية، ووقت الاكل وكله بيتكلم عنه بيروح ياكل على ترابيزة اللي عليها كلهم بيقوموا ويسيبوه، وسيونج او وجيهو بيقعدوا ياكلوا معاه. بيرجع البيت بيلاقي جدته بتعمل اكل ورايحه توديه لواحده صاحبتها، وبتطلع رايحه لجنيه السما والارض وهو بيبقى ماشي وراها وبيقعد يزعق مع سيونج او انها بتطلب منها اكل كمان. تاني يوم بيلاقي الكل بيبصله في الفصل فبيسيبهم ويطلع يفرز الزباله، وسيونج او بتفتكر انه دخل عليها امبارح وباين انه هيموت محروق، فبتجري بسرعة على المستودع وبيبقى شبح النار ولع في المستودع. وغيون او بيفتكر الحادثة القديمة، بتيجي هي وبتحاول تطفي النار والشبح بالملح عشان تنقذ غيون او، بس النار برضه بتعلى. فبيجي جيهو بيفتح الشباك وبيطفي الحريقة، بس مدرس الفصل بيخلي غيون او يكتب تقرير عن اللي حصل، يمكن يكون هو اللي ولع في المستودع وهو ما بيتكلمش. فبيطلع من المكتب وهي بتقوله ليه ما اتكلمتش وقلت هتكتب تقرير، فبيقول لها مفيش دليل اني ما ولعتش فيه، لو الطلاب شاكين ان انا اللي ولعت يبقى انا اللي ولعت. بيروح لمدرب الرماية عشان كلمه وبيقول له انه مش هينضم للفريق. جدته بتروح لسيونج او بتقول لها تخلي بالها منه وانه طيب، بس هو مبتلى بسوء الحظ من وهو صغير، حتى ابوه وامه بعدوا عنه وكان بيتعرض لحوادث كتير جدا. مدرب الرماية بيشوف مدرب غيونه القديم وبيقوله انه حظه وحش جدا، كان لازم يحصل حادثة في اي مباراة هو بيحضرها، وهو اللي قال ان حادث الحريق حصل بسببه، فزمايله اشتكوا فبيضطر انه يتخلى عنه عشان خاطر الفريق. فالمدرب بيتكلم مع غيره وبنعرف انه ساب الرماية عشان جدته كل ما تيجي تتفرج عليه بتشوف كره زمايله ليه وبتتضايق. بنرجع لجدته واللي بتحكي لسيونج ان محدش بيحب حفيدها، دول كمان بيغلطوا فيه ومحدش بيعتذر له، فبتيجي تمسك ايديها تطمنها
بيطلع إنها شبح وإنها ماتت، فبتقول لها غيونه دلوقتي وحيد، ممكن تمسكي إيده؟ فبتطمنها إنها هتفضل جنبه ومش هتسيبه أبدا، وبتجري بسرعة على دار الجنازات بلبس العرافين وهي مدارية وشها. وهو أول ما بيشوفها بيزعق معاها إنها جت الجنازة وبيطردها، بس بتقوله أنا مش جايلك، أنا جاية لجدتك. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.